علامتها تقولك انك بتتعرض للابتزاز العاطفي في العلاقة. اوقات كتير بنبقى رافضين حاجات معينة بس بنعملها علشان بس الطرف التاني ما يزعلش مننا ويسيبنا. ده بقى اسمه ايه؟ ابتزاز عاطفي. انت بتتكلم جد؟ تعالوا وانا اقول لكم ايه هي علاماته. الموضوع ده خطير على فكرة. اول علامة هتقولك انك بتتعرض للابتزاز العاطفي هي التهديد، ان العلاقة هتنتهي لو ما عملتش اللي هو عايزه. يعني اعمل ايه؟ هيسيبك ويمشي. طب ما يمشي يا حبيبي، سكة السلامة والمركب اللي تودي. تاني علامة هي الإحساس بالذنب، لما تعمل حاجة مش عاجباه أو لما تعمل حاجة هو مش عايزها بيبدأ بقى طول الوقت يحسسك بالذنب. ده بقى اسمه ابتزاز عاطفي على فكرة. والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. تالت وأهم علامة إنه دايما بيفكرك بغلطاتك زمان، بيعايرك بيها من الآخر كده، وده برضو ابتزاز عاطفي. قولولي بقى في الكومنتات ايه هي علامات الابتزاز العاطفي. أنا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.